السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اهلا بحبايب قلب المتابعين. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض احلى سمنة فلاحي. زبدة زي ما انتم شايفين كده، بالهنا والشفا على قلوبنا وقلوبكم يا رب جميعا. النهاردة هنعمل، انا كنت عاملة معاكم فيديو الجبنة القريش قبل كده، هعمل معاكم النهاردة السمنة الفلاحي ازاي انا عملتها. وزي ما انتم شايفين هسيحها بقى معاكم كده. زي ما انتم شايفين انا قبل كده في الفيديو قلت لكم انا لميت من ال4 كيلو حليب وال5 كيلو حليب، كنت عامله دول لوحدهم مروباهم مره ودول مره. فحطيت القشطه اللي لميتها من ديت في التلاجة على ما على ما لميت القشطه التانية. كنت عامله 5 كيلو مره وعامله 4 كيلو مره، وبرضو كان في 5 كيلو حليب، بس ال5 كيلو حليب دول هوريهم لكم دلوقتي ما طلعوش قد كده قشطه، وهقول لكم ما طلعوش قشطه قد كده ليه. زي ما انتم شايفين هنمسك مسكنا بقى اللي هي ال4 كيلو قشطة، اللي هما ال4 كيلو لبن طلعوا معانا 450 قشطة، وال5 كيلو طلعوا 550 جرام من القشطة. تمام. فهنمسكهم بقى النجيلة دول بقى 5 كيلو اللي بقولكم اللي هما ما طلعوش قشطة قد كده. هقول لكم ما طلعوش قشطة قد كده ليه. لان المطبخ كان حر، او مثلا يكون الجاموسه اللي جاي منها اللبن دوت ما كانتش بقى واكله حلو متعشيه حلو، عشان كده القشطه بتاعتها ما كانتش سمينه. فزي ما انتم شايفين ال5 كيلو مطلعين حاجات بسيطه خالص ازاي. واللبن بتاعهم راب على طول. فالوقت الجبنه بتاعتنا الخير فيها بقى جواها في قلب الجبنه، ما طلعتش القشطه بتاعتها كلها زي ما انتم شايفين. فالوقت دولت يعملوا بتاع حوالي 2 كيلو الا ربع كده قشطة. طالعين من 12 كيلو، 12 لا، طالعين من 18 كيلو حليب، دول طالعين منه. هنمسك بقى الجبنة بقى بتاع القشطة بتاعتنا ديت، نربها جامد كويس كده. ممكن تربيها بالمضرب، وممكن تضربها بالعجان، بس انا هعملها معاكم بايديا. زي ما انتم شايفين هفضل ارب فيها كده لما تطلع من الخض بتاعها وتبقى معايا سمنه. زي ما انتم شايفين هقول لكم بقى القشطه بتاعتنا طلعت بتبقى عويله من بتفرق من جاموسه لجاموسه. ليه بقى؟ بتبقى في جاموسه لبنها سمين، وفي جاموسه بيبقى لبنها خفيف ما بترميش معانا قشطه، وبتبقى فيه وكمان في ناس بتاكل البهايم، بتاكلها بقى بعد طول النهار بقى تحط لها دش وحاجات من ديت، تلاقي بيبقى بسم الله ما شاء الله اللبن بتاعها دسم وسمين وبيرمي معانا قشطه. وفي بقى بتبقوا متكلين على اكل الخضروات والحاجات ديت وما بيحطوش حاجات من دي، فتلاقي اللبن بتاعهم بيبقى خفيف. فدي الفرق بين بين اللي بيعمل قشطه كتير واللي كده. في ناس بتاكل خضروات بالنهار، وبالليل تقعد تعرف بقى المواشي وكده، تعلفهم كزب وعلف ودش وحاجات من ديت، فتلاقي لبنهم بسم الله ما شاء الله بيبقى سمين. فدي الفرق بين اللبن ده واللبن ده. زي ما انتم شايفين السمنه بتاعتنا هي قربت تطلع من الخض. زي ما انتم شايفين بربها احنا في الشتاء بتطلع بسرعه معانا، مش زي الصيف. الصيف بتغيب شويه على ما بتطلع السمنه من خضها، لكن في الصيف في الشتاء بتطلع بسرعة. لكن في الصيف بتبقى سايحة وبتغيب على ما بتطلع، فالناس بتحطها في التلاجة عشان تمسك نفسها شوية، علشان تعرف تطلعها من الخض بتاعها. زي ما انتوا شايفين كده هنفضل نلف في السمنة بتاعتنا كويس كده القشطة، عشان السمنة تنطر السمنة بتاعتها من الخض بتاعها. هي قربت تطلع من الخض، هتنطر من الخض زي ما انتوا شايفين، وانا شغالة على طول اهوت بربها جامد. البنت كانت ماسكه معايا طبق بيمشي معايا، وانا بقول لها ما عدتش قادره، دراعي وجعني من كتر الرب.
لان انا دراعي واجعني شويه. زي ما انتوا شايفين السمنه بتاعتنا هي قربت تنطر من الخد بتاعنا. هي شوف زي ما انتوا شايفين هي سابت خالص القشطه، عملت ما عادش سايبه من الايد خالص. اهي عملت بقى ايه الوقت انا بتك عشان بيبقى في حتت ايه كمان. القشطه كانت محطوطه في التلاجة، بتبقى فيها حتت جمله كده بتك عليها علشان تطلع معانا سمنه وتنطر ايه هي رخرة ايه الخد بتاعها. هي خلاص هي ابتدت تجيب ميه. الميه ديت اللي هو الخد اللي الناس بتاخده تعجن بيه او تاخده تعمله بعد ما تقدح السمنه كده، تحرقه بعد السمنه ينطر بقى ايه السمنه اللي فيه ويعمل المرته الجميله الحلوه اللي عيالنا بيحبوها ياكلوها دي. فايه فالخد بيتعمل بيه كذا حاجه مش حاجه واحده يعني. خلاص السمنه بتاعتنا عملت ميه خالص اهيت، فرولت خالص اهيت، سابت من بعضها وفرفولت وابتدت تلم تعمل بقى ايه تخرز معانا. الميه طلعت ميه تك عليها بقى ايه عشان الميه بتاعتها تطلع تنطر منها. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي القشطه بتاعتنا بقت جميله، سابت خالص وبقت ما عادش قشطه خالص، راحت القشطه اختفت وبقى الموجود معانا السمنه وخض الوقتي. فالوقتي بقى ايه شوف الخض طلع ميه، السمنه طلعت الخض بتاعها ميه عامل زي الميه ازاي اهو. نلم بقى السمنه بتاعتنا كده نحاول نكومها كده عشان نتك عليها خالص تطلع الخط بتاعها الميه بتاعتها. عشان انتي انا اقول لكم انا ساعات القشطه دي السمنه البلدي ديت انا بخزنها زي ما هي كده زبده، ما بسيحش مثلا الكميه اللي انا بخزنها كلها في براتين وعباها. لا انا بجيب الكيلو، الكيلو ونص، الاتنين كيلو على حسب الخرطه اللي بتبقى معايا واسيحها علشان بتبقى ريحتها حلوه وطازه وفريش. كل ما بتعمليها تقدحيها وهي فريش كده بتبقى ريحتها حلوه وريحتها موجوده فيها لسه، ما بتريحش ولا طعمها بيتغير ولا كلام من ده. انما ان انت تعمليها تقدحي السمنه كلها وتخزنيها وتعينيها في براطين وكلام من ده ما بعملش انا الحركه دي. بس عشان تخزنيها صح لازم انت تتكي عليها زي ما انا بعمل، لان في ناس بتبيعها ايه متقدرش تطلعها من الخض قوي عشان توزن معاها، لان انتوا شايفين مطلع لها اكتر من نص كيلو من الميه هي. فايه فالوقت لازما الخض ده تصفيه خالص قبل ما تعيني سمنتك في الفريزر. لازم تكوني مصفياها جامد ومتكيه عليها مطلعه الميه منها كلها زي ما انتوا شايفين كده، تعصريها عصر جامد ما تخليش فيها نقطه ميه، وبعدين تحطيها في طبق يتصفى وتصفي ميتها خالص وبعدين تعبيها في اكياس وتحطها في الفريزر. ده لو انت بتعمليها. برضو لو انت شارياها من عند حد تجيبيها من عند الحد وتحطيها برضو بره وتتك عليها وتصفيها، لان بيسيبوا فيها ميه بتعمل لها زخره لما بتحطيها في الفريزر. وزي ما انتوا شايفين الكميه بتاعتنا طلعت معانا اهيت، وخليت الخض لوحده واحطها بقى ايه اسيحها معاكم كده زي ما انتوا شايفين. هي الوقت طلعت معانا زي ما انتوا شايفين كيلو و250 جرام من الزبده اللي لازم ان كل حاجة بيطلع منها اللي بتخس وبيطلع منها زي ما قلت لكم الخط بتاعها عامل ميه سرد ميه كتير اكتر من نص كيلو من الميه اهوت. والباقي زي ما انتوا شايفين معانا زبده اهوت. هنمسكها بقى ايه نسيحها كده على النار زي ما انتوا شايفين ابتدت تسيح معانا اهيت. ونحط لها شعرة صغيرة من الملح علشان ايه يبقى معدل السمنة بتاعتنا، وفي نفس الوقت ايه اما تيجي تاكل المرتة بتاعتنا يبقى ايه ملحها حلو ومظبوط. ما تكتريش ملح عشان ما تطلعش المرتة معاكي حادقة مش هتعرفي تاكليها، وهتضطري بقى تحطها ايه في المش. انما لما بتسيبيها عادبة بتعرفي تاكليها وتغمسي بيها انت واولادك. انا عيالي بيحبوها يغمسوا بيها، فانا عشان كده ما بقدح اي سمنة بسيبها لاكل الاولاد. عايزه احطه في الزلعة بشتري. زي ما انتوا شايفين بقى السمنة بتاعتنا كلها فكت اهيت وحطت لها الملح
هبتدي بقى ايه، انا مهديه النار علشان السمنه بتاعتنا ما تلزقش معانا. ديت من ايه، من الخطوات الصح اللي انت تقدحي بيها السمنه بتاعتك. السمنه بتاعتنا يا حبايبي ابتدت تغلى هي، وعملت بقى ايه اللي انتوا شايفينه على الوش دوت، اللي هو الرغاوي البيضه ديت. فالرغاوي البيضه ديت بتتحرق معانا، بتحمر وبتخس وبتحمر وبتعمل زي المرتة كده على وش السمنه. فاحنا مش عايزين السمنه بتاعتنا تبقى نظيفه ومية مية وصافيه وكده. فبنعمل ايه، فبنمسك الرغاوي اللي انتوا شايفينها دي، بجيب طبق والمها اشواط احطها في الطبق علشان ما تتحرقش على وش السمنه. وبعد كده هبقى بضيفها تاني. انا جبت بقى ايه الطبق بقى، مش طبق فاضي، انا جبت الطبق اللي معايا، الحله الصغيره اللي انا لميت فيها الخض ده. وبقشوط بقى الايه الرغوه بتاعتنا دي، بحطها على وش الخض كده، لان الخض دوت هرجع اضيفه تاني بعد ما اصفي السمنه بتاعتنا واحطه على النار، هيسرد سمنته اللي فيه، والباقي هيطلعه ايه مرت. زي ما انتوا شايفين كده ايه، انا لما قلت لكم همسك الرغاوي ديت اشيلها كده، لميتها اهيت علشان السمنه تستوى. يبقى الخض اللي فاضل اللي هو اللي في الارضيه بس، وتبقى سمنتنا معانا بيضه ورايقه وما فيهاش اي ايه شوائب من المرتة او حاجه، اي حاجه من المرتة، تطلع السمنه بتاعتنا بيضه زي الشمع كده ومرمله وحلو. لما انتوا قلنا بتبتدي بقى كل ما السمنه تغلط اشواطيها، كل ما تبتدي تغلط اشواطيها. زي ما انتوا شايفين بقى، خدت السمنه بتاعتنا هي استوت وخدت اللون الذهبي الحلو بتاعنا ده. نمسكها بقى نطفي عليها واسيبها لما تروق خالص وترقد المرتة بتاعتنا فيها، وهرجع بقى اقول لكم هعمل فيها. زي ما انتوا شايفين السمنه بتاعتنا رقدت خالص اهي. وجبت لها بقى حله البلاستيك اللي انا ببقى احطها فيها، دي علبه انا ببقى اجيب فيها الحلاوه الطحينيه، غسلتها وزي ما انتوا شايفين لها غطا وغسلها حلو كويس. هفضي السمنه بتاعتنا كده، اصفيها بالراحه في قلب العلبه البلاستيك دي، واصفي السمنه كلها. وقبل ما تيجي حاجه من المرته تنزل في السمنه بتاعتنا، هوقف وكده ايه. زي ما انتوا شايفين الكيلو 200 جرام 250 جرام من السمنه عملوا معانا كميه السمنه اللي انتوا شايفينها دي. هنرجع بقى نعمل ايه السمنه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، كيلو السمنه او كيلو 250 جرام عمل معانا علبه حلوه محترمه اهي. هنجيب بقى ايه الحله اللي فيها المرته اللي باقيه ديت، هحطها على النار، واجيب بقى الخض زي ما انتوا شايفين كده، واحط ايه الخض ده افضيه في قلب الحله عشان اعمله بقى ايه تاني سمنه. هسويه كويس على النار الخض ده عشان هيسرد في الاخر معانا ميه، قصدي هيسرد معانا السمنه، واللي هيطلع منه الخض هوريكم هنعمل فيه ايه بقى بعد كده. كده نقلبها كويس الخض دوت، لما نسيبه برضو نهدي عليه النار. من اهم التسويه ليه او للسمنه او للخض ان انت تهدي النار عشان الحاجه بتاعتك ما تتحرقش منه. واسيبه لما يستوى معانا الخض هو غيله اهوت، لما يستوى خالص ويسرد سمنته اللي فيه وبقيه السوائل اللي فيه، هتروح معانا ايه مرت. والسمنه اللي هتفضل هتبقى ايه، هفضيها بقى ايه في طبسيه تانية، علشان لو جت حته مرته ولا حاجه فيها لانهم حبه صغيرين احطهم ايه نفقش منهم بيضه ولا حاجه اهي. زي ما انا وريتلكوا عشان انتوا شايفين دلوقتي انا بشوط سويت الخض زي ما انتوا شايفين، وبقشوط من عليه فضيته في قلب الطبسيه دي كلها. والسمنه عامت على الوش اهيت، وزي ما انتوا شايفين فيها شوائب بسيطه من المرته اهيت. فانا مش هحطه على الزبده بتاعتنا اللي احنا هنعمل منها الاكلات او الحلويات، انما هنقشوط السمنه ديت نعمل بها بيضه، نعمل بها حاجه في الاكل، فول حبه فول تبقى على قد الحاجه دي. فاشوط المرته كلها زي ما انتوا شايفين كده اهي. اشوط المرته اهي، خليتها بقى العيال يغمسوا منها، والسمنه بتاعتنا ربطت، والسمنه التانية اللي عليها مرته دي زي ما انا قلت لكم اعمل بقى ايه بيض وكلام من ده. والمرته بتاعتنا ايه اهي بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تبارك الله.
وما تنسوش بقى يا حبايب القلب تدوسوا لايك وتدعموني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.